اتكلمنا في حلقة عجائب الدنيا السبع القديمة عن ضريح موسولوس، واللي كان تعبير من أرتميسيا عن حبها ووفائها لجوزها موسولوس. الضريح اللي كان ولا زال بيتضرب به المثل على حب الزوجة لزوجها، لحد ما ظهر لنا في سنة 1632 ميلادية الإمبراطور شاه جاهان، واللي حب يضرب لنا مثل في حب الزوج لزوجته. وزي ما كانت عجائب الدنيا السبع القديمة لها علاقة بالحب والرومانسية، فعجائب الدنيا السبع الجديدة مش أقل منها في الموضوع ده. شاه جهان أمر ببناء ضريح عشان يخلد ذكرى زوجته ممتاز محل، ويعبر عن حبه ليها، واللي ماتت وهي بتولد، بس مش المولود الأول ليهم ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا حتى الخامس، ماتت وهي بتولد المولود ال14. ما شاء الله عليها، غلبت الأرانب. ممتاز محل ماتت سنة 1631 ميلادية، بعد ما كانت مش بتنفصل عن الإمبراطور أبدا من ساعة ما اتجوزوا في سنة 1612. وضريح تاج محل اللي موجود في ولاية أوتار باراديش الغربية شمال الهند، تقريبا مفيش مبنى أشهر منه في الهند كلها، بس لحد دلوقتي وتبان الأمور عادية. واحد بيحب مراته فملالها ضريح بعد ما ماتت. إيه الغريب في كده؟ الغريب أعزائي المشاهدين كان في طريقة وتصميم بنى الضريح نفسه، واللي جمع ما بين أكتر من طراز معماري زي الطراز الإسلامي والفارسي والهندي، وبيعتبر أفضل مثال على العمارة المغولية. والموضوع ما اقتصرش على الضريح بس، لأن في مباني تانية اتضافت ليه، زي المسجد التوأم اللي هنلاقيه موجود على يمين وشمال الضريح، ده غير الجناين الجميلة جدا والمتحف. كل ده خلى الضريح واحد من أجمل التركيبات الهندسية على وجه الأرض، وخلى اليونسكو كمان تصنفه كواحد من مواقع التراث العالمي سنة 1983 ميلادية. اتبنى الضريح من الرخام الأبيض، والمسجد من الحجر الرملي الأحمر، وده خلى في ما بينهم تمازج عجيب وجميل في الألوان. وبتتنسب خطط بنائه لمجموعة من المهندسين والمعماريين في الفترة دي، ولكن كان المهندس الرئيسي هو المبدع أحمد لاهوري، وهو مهندس هندي من أصل فارسي. بدأ بنى الضريح سنة 1632، وتوظف أكتر من 20 ألف عامل هندي وفارسي وأوروبي، وانتهى بناؤه حوالي سنة 1639 ميلادية. وانتهى بنى الملحقات اللي تم إلحاقها بالضريح سنة 1643، وفضلت أعمال الديكور والتزيين شغالة لحد سنة 1647، واتبنى بالكامل على مساحة حوالي 42 فدان. والمبنى كان عبارة عن ضريح ومسجد بأربع مآذن وبوابة رئيسية وحديقة، وكمان مبنى مقابل للمسجد كان بيستخدم للضيافة. المبنى اتبنى بالكامل على قاعدة ارتفاعها حوالي 7 متر من الرخام الأبيض، اللي بيعكس الألوان على حسب قوة الضوء سواء للشمس أو القمر. وليه 4 واجهات متطابقة، في كل ناحية منها قوس مركزي ارتفاعه 33 متر، وفي قمته زوايا مشطوفة مايلة، وفيها أقواس صغيرة، وعليه قبة مركزية ارتفاعها حوالي 73 متر متحوطة بأربع قباب تانية أصغر منها. وبيقال إن شاه جهان كان ناوي يبني ضريح تاني جنب النهر عشان يدفن فيه، وكان هيبنيه من الرخام الأسود ويربط بينه وبين تاج محل بكوبري صغير. لكن زي ما قال المتنبي: تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ويجي ابنه أورانجزيب سنة 1658 ويعزله من الحكم ويسجنه بقية حياته في قلعة أجرة، عشان يموت شاه جهان زي ما ماتت مراته ممتاز محل، ويفضل تاج محل رمز للوفاء والمحبة إلى يوم الناس هذا.